الكفته مشويه في كوكوط، كتجي بنينه بزاف. وكنقدروا نصوبوها يعني في وقت اللي هو واجز، يعني اللي لا فينا الجوع ولا جونا الضياف على غفله ولا شي حاجه، المهم شي حاجه ديال التيباراج وداكشي ساهله بزاف. دونك كنحتاجوا لهاد المكونات تقريبا هنا عندي على نص كيلو ديال الكفته. كنحتاج معاهم، درت هاد الكميه ديال البصيلات، درت انا غير بصله صغار، اللي عندكم بصله كبيره ديروا غير 3. وعندي القزبر والمعدنوس، وعندي الكمون والابزار والملحه، ومعلقه ديال الزيت العود، ومعلقه ديال الزيت النباتيه اللي غنحتاجها هنايا. وانا خليكم معايا باش نوريكم لي زيتاب كاملين. دونك على بركه الله. كنحتاج هنايا شويه ديال الكمون هكا، وكنحتاج شويه الابزار. دونك كنديروا غير الكمون والبزار صافي باش كتجينا مشويه، ما نزيدوش شي توابل اخرى. والملحه كتبقى على حسب الذوق. انا هنا غندير غير شويه الملحه حيت ما كناكلوش الملحه بزاف. صافي هاد شويه راه كافيني. وغناخذ كيف قلت لكم معلقه ديال زيت الزيتون، وغنزيد معاها معلقه زيت نباتيه، وهذا الربيع غنقطع منه شويه غنديرو في هنايا، وشويه غنفرشو في الكوكوط. نتوما شوفوا معايا اوكي. واحد الكميه باش كيعطي واحد اللوغو زوين. وصفه ساهله كتوجد في دقائق، واهم حاجه بنينه بزاف. صافي صافي ها هي الربيع ديالنا قطعته. هانتوما شوفوا معايا صافي. وفي هاد الاثناء يعني بلا ما تحتاجوا ديروا معها تحميره او لا شي مكون اخر، باش غير هكا بحال الشكل اللي كنشدو كنشويوها ديريكتومون على الجمر. دونك كنحطها هنا، وكنجي ناخذ الكوكوط ديالي باش كنفرش لها ديك البصله. دونك كناخذ الكوكوط كندير هاد الدوائر هكا، نحطهم ديريكتومون هكا. هاد الوصفه البنات راه ما كنحتاجوا لها لا ماء لا حتى حاجه. دونك نحاولوا نفرشوا تحت البصله. دونك انا غنبقى هكا نقطع في البصله ديالي حتى نكمل الكميه ونتلاقاو. هانتوما البنات من بعد ما كملت هاد الكميه ديال البصله اللي عندي كيف كتشوفوا، غناخذ مازال معلقه ديال زيت الزيتون وغنحطها هكا، وغنزيد عليها معلقه ديال زيت النباتيه حتى هي كنحطها هكا. وغندير شويه ديال الملحه كيف قلت لكم، ما غنكثرش الملحه بزاف. وهاد الكميه وشويه ديال الكمون وكميه ديال البصل كيف شفتوا معايا. وغنشد هاد الربيع اللي عندي غنحطو بهاد الكميه بحال هكا عفوا. وغنمشي لهادوك الكفته ديالي وغنديرها حريبلات. انا نوريكم بحالاش. هانتوما شوفوا معايا دابا كنحاولوا نديروا هاد الكوارع على هاد الحجم. دونك كناخذوا هكا كوارع يكونوا شويه غلاظ بحال هكا البنات. بحال هكا نقرصوهم مي يبقاو شويه غلاظ.
دونك انا نكمل الكميه ونكمل معكم البنات. دونك كيف كتشوفوا معايا كنحاول نحط هذوك الكويرات بحال هكا. بالنسبه للبنات هادو غنديرها فوق الكوكوط على نار شويه ما تكونش مجهده بزاف، وغنخليها ندير لها الصفاره حتى نسمع الصفاره يعني صفرات. ديك الساعه غنحسب 10 دقائق ديال الطياب على نار تكون مهيله بزاف، ونسد على ديك الساعه كتكون الكفيته ديالنا طابت. نحطو مازال هذوك الطبقات. فريمون كنتمنىكم تجربوها، وراه اكثريه البنات غيكونوا عارفين هاد الطريقه. اللي ديجا مجرباها تكتبها في الكومونتير، تخلي لي كومونتير، واللي عاد غتجربها وغتعجبها حتى هي تخلي لي كومونتير، علاش لا. وقبل ما تسدوا عليها البنات الكوكو تشعلوا عليها شويه على البوطه، غير باش هذيك البصله تمشي وتجي شويه باش ما تحرقش لينا. دونك انا كملت الكميه ديالي كيف قلت لكم، غنديرها على النار وغنديرها غنخليها شويه بما ديك البصله دارت ليا شويه سخنات، وغنسد عليها بالقفاله الكوكوط وغندير الصفاره وغنخليها حتى كنسمع الصفاره كتصفر. عاد ديك الساعه غنحس نديرها نخليها في البوطه مازال، نحسب عليها 10 ديال الدقائق صافي. وديك الساعه نطفيها ونحطها ان شاء الله نتلاقى مع نشوفوا كيجي بحال هكا، كتجي طايبه وخاسره. نتوما شوفوا شنو كيجي فيها. لا والو. دابا غنحطو في التفصيل. دونك كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي، كتقدم على هذا الشكل بحال هكا. وكنزيد على واحد شويه ديال الكمون، وبصحه وراحه كتجي على هذا الشكل.